نرحب بكم فيها أسبوعيا رشيد إعدادا وتقديما. أعزائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم جميعا إلى ملتقانا الأسبوعي في رحاب إذاعيون في الذاكرة، الذي نبقيه مفتوحا على كل ملامحه ومعالمه وفضاءاته منذ ذاك الماضي البعيد إلى هذا الحاضر الممتد في عمق الزمن الإذاعي. وفي كل عدد نلف لفات ولفات في قلب ماضي الذكريات حتى لا ننسى ما فات من البصمات والعناوين والأسماء التي ظلت الإذاعة محور اهتمامها ورمز اعتزازها ولون بهجتها، حتى وإن لم تعمر العلاقة طويلا. ومن حقول الإذاعة المعرفية ننتقي محطة في مسيرة رجل تواق إلى ولوج عوالم الإعلام والإبداع، متابعا ومهتما ومساهما في مجال تخصصه. جرب كثيرا في ميادين الحياة وغاص في العناوين الكبيرة والصغيرة، لكنه ظل وفيا لتخصصه الدراسي الأول ومتمسكا بتكوينه القانوني. غرف منه لسنوات وغادره إلى مجالات، لكنه عاد إليه والحنين يملأ تصوراته ومشاريعه. هادئ مواظب متواضع اجتماعي إلى أبعد الحدود، وواسع الصدر حين يحاور، دائم الالتزام بالخطوات القانونية، يحيلك على عوالم عدة حين تناقشه. ولأجل هذه الصفات ولأجل علاقة بينه وبين الإذاعة نستضيفه في هذه الجلسة الأثيرية التي نتمنى أن تكون غاية في المتعة والفائدة والراحة. أستاذ عمار خببة، أهلا بك. أهلا بك وبالإخوة المستمعين، وأشكرك على هذه الاستضافة طيبة، وأهلا وسهلا بك. أنا مستعد لكل ما تطلبه منا في هذه الحصة. العفو كل عفو. نحن في خدمة مستمعين ومستمعاتنا، ونحن نسعى نبحث لوحدنا، لكن بالمقابل أيضا نود أن يشاركنا المستمع إذا ما غابت عنا بعض الأسماء، وأنا ذاك الذي أحاول أن لا أبقي اسما إلا واستضفته في حدود المتاح وفي حدود الضيوف وما تسبح به يومياتهم وما لذلك، وحتى ظروفهم الصحية. لكن اليوم نخصص جلسة على مداها الزمني لعمار خبابة، وكما جرت العادة أبدأ من تلك البدايات الأولى، من لحظة شهد الميلاد إلى تجربة مرت عبر مراحل دراسية مختلفة، وصولا إلى العلاقة بالإعلام بصفة عامة والإذاعة بصفة خاصة. إذن دعني أعود إلى تلك النقطة التي شهدت ميلاد ضيفنا عمار خببة. شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في البداية أنا من مواليد ماي 17 ماي 1955 بقرية من قرى من بلدة برج الغدير تسمى قرية ولاد العياضي، ويطلق عليها في المنطقة دشرة ولاد العياضي ومن ولاية برج بارليج. من أب هو معلم قرآن، مؤدب، قضى حوالي 45 سنة في تعليم القرآن العظيم في المنطقة، فهو معروف وتتلمذ على يده الكثير من الناس، العديد، وحفظ على يده الكثير من الناس القرآن معروف في المنطقة، يسميه الطالب محمد. فهو درس القرآن على مشايخ المنطقة، وتعلم كذلك قواعد اللغة العربية على مشايخ هذه المنطقة البلدة،
بعد ذلك أصبح معلم وحفظ القرآن وهو في سن 9 سنوات. ثم بعد ذلك بدأ يدرس حوالي كان سنه 12 سنة و13 سنة بدأ يدرس. فنشأنا في هذه البيئة، هذه القرية التي رغم مساحتها الصغيرة فهي فيها 7 كتاتيب لتحفظ القرآن و3 زوايا. نشأنا في هذه البيئة طبعا في خضم حرب التحرير. ولدنا في 55. في السنوات الأولى ما قريناش القرآن حتى كنا تقريبا من الاستقلال. لماذا؟ لأنه منعت المنطقة كانت تحت زون انترديت يعني تقريبا. وتنقلنا احنا كذلك، تنقل الوالد درس في المنطقة في دجلة ولا العياضي، ثم ذهب إلى منطقة أخرى مجاورة وهي منطقة غيلاسة ودرس فيها كذلك القرآن. وهذه المنطقة كانت منطقة محرمة، وتعرض المسكن نتاعنا مسكننا في منطقة غيلاسة إلى الحرق وإلى التدمير، فعدنا إلى دشرة ولاد العياضي. إذا كان فقط أستاذ دعني بهذه المناسبة أن أتوجه بتحية حارة طبعا معبقة بالتقدير والاحترام لكل النقاط التي جاء منها أستاذنا لتاريخيتها طبعا، لعطاءات أبنائها، وأيضا لتلك الروح التي كانت يومها في حالة الاستعمار وسياسته، وبالمقابل أبناء المنطقة والتحديات التي رفعوها ضد المستمر وما كان يحاول أن يأتي عليه، لكن الإرادة يومها كانت. وهذه المناطق التي ذكرها الأستاذ هي جزء لا يتجزأ من وطن واسع عانى معا، لكن لهذه المناطق بعثت بهذه الأسماء. من بينها الأستاذ عمار خالد الذي نحاوره، ونواصل من حيث توقف. الله يبارك فيك. فبداية الدراسة تاعنا بدينا بالمدرسة الاستعمارية، يعني ما درسناش، دخلنا المدرسة الاستعمارية، ولكن الفترة هذه كانت فترة صغيرة. فالمدرسة الموجودة عندنا في قرية الدشرة هي مدرسة بنيت من قبل يعني تحت إشراف جمعية العلماء، بنيت في سنة 54 بدعوة من الشيخ البشير الإبراهيمي العلامة المعروف، الذي دعا أعيان المنطقة لبناء مدرسة، وفعلا بالتطوع بنيت هذه المدرسة. وما يعني استعملت في السابق، يعني قبل واستعملها الاستعمار. احنا في تقريبا في سنة 61 درسنا فيها ما نقول لكش يعني بعد بضعة أشهر فقط، ثم تعرضت إلى تخريب من طرف لوحس من طرف المنظمة السرية الاستعمارية. حولنا إلى بلدة برج الغدير لمزاولة الدراسة في مدرستها في كوليج دو برج الغدير. درسنا بضعة أشهر وتوقف القتال وجاء الاستقلال. في السنة الأولى تاع الاستقلال درسنا في مدرسة مفشرة، كانت تسمى مدرسة تهذيب لولاد العياض. إذا سمحت أستاذ، إذا هذه المرحلة بكل ما فيها على قسوتها على متاعبها، لكن على مؤشرات الثورة الجزائرية بأنها تصل وتحقق الأهداف، بقي خبابة دون الالتحاق بأي كتاب أو بأي مدرسة. في السنة قبل الاستقلال وكيف الأمور ما كانش كتاب، كان مبلع يعني، كان فقط يعني كل شيء موصد. وأنا حدثت لي حادثة، توقفت حتى الدراسة في المدرسة الاستعمارية، توقفت، صارت لي حادثة ورفضت فرط حتى أنا كذلك رغم صغر سني. ففي يوم من الأيام في برج الغدير كنتوا خارجين من منطقة برج الغدير، كان دايرين أسلاك الشائكة، وكان مركز حراسة عندما كنا خارجين من مدينة من بلدة برج الغدير، كان مركز حراسة بوست دو بولي، بوست دو غارد، مركز حراسة، ومديرين أسلاك شائكة. فلما جيت خارج في يوم من الأيام توخرت، ما خرجش بكري، كان راس العام، كان عندنا واحد العائلة ثم داخل البلدة في برج الغدير، رحت لهم
وإحنا في العادة في المنطقة في برج الغدير في رأس العام يديروا السفنج، يديروا الخفاف ويديروا البغرير الغريب وكذا. فأنا صغير واجه على التقاليد طبعا. فأنا صغير رحت دخلت الدار نتاع الأقارب نتاعي، فطبعا استهوتني الأكلة وأخذت وقتي شوية. فلما جيت خارج لقيت الأسماك الشركة موضوعة، حضر التجول بدأ ولكن ما نعرفش. فحاولت الالتفاف على السلك ببراءتي وكذا، فجريت وراي عندهم كلب مع المركز متواجد، فهو جرى وراي يعني بعض الخطوات توقف، لكن أنا وصلت السير خوفا وأنه من ورائي. والبلدة عن القرية حوالي كيلومترين، طبعا كنت أتوقف ولكن كنت نجري يعني تحت تأثير الخوف. فقبل ما أصل إلى المنزل وقعت ووقع علي نزيف الرعاف، وظللت يعني بقيت أعاني منه سنوات وسنوات، حتى ربما كان ولا في عمري حوالي 25 سنة باش يعني ارتحت منه، باش يعني بريت منه هذا النزيف. شوف وتوقفت إثرها من أثار ذاك الزمن القاسي، وتأثرت إثرها وتوقفت عن الدراسة. يعني تأثرت كثير، ويعني عيات فيها الوالدة والمحيط وقلت لهم غير باش نرجع مستحيل، ورفضت قلت ما نرجعش لأن يعني خوف كثير طبعا، خوف بوليس مع العسكر فهمتني، ويعني ويحرشوك كما نقولوا هنا بالدرجة، يعني يأمروا الكلب انه يلتحق بيك، يعني مش مبقات من دراسة يعني. يعني كانت محاولة ولا شيء، معليش راجع له كان اهتز كل شيء ولا شيء. رفضت لما أعلن الاستقلال يعني بدينا الدراسة في المدرسة صلح، يعني تمت فيها ترميمات رممت وبدينا الدراسة فيها. إذن هي على كل ولد عمار خبابة في عمق الثورة الجزائرية، ثم الظروف لم تكن مواتية ليبدأ كما يبدأ الأطفال مراحلهم الأولى. وشفنا يعني أنا مازلت أتذكر يعني بعض الصور تاع اليرافي تاع يعني الحملات هذيك تاع لما يجي العسكر يجي يعني القوات تاع لا ليجيون إترونجير، يعني سواء تاع اللفيف الأجنبي أو الوحدات الأخرى، وتجي تدخل للقرى، تدخل لنا القرية وتقوم بعملية تاع يعني فهمت كل شيء تفتيش وتمشيط وخلط ومزج جميع المواد الغذائية مع بعضها، الزيت مع الدقيق مع القمح، وإخراج النساء والعويل وكذا. وما زلت أذكر بعض هذه الصور، ما زلت راسخة إلى الآن في ذهني، والخيم التي كانوا يقيمونها في سوق برج الغدير وغيرها من بعض الصور المؤلمة التي لازلت أحتفظ بها إلى الآن. لأن دائما أنا عندما أفتح ذاكرة إذاعي وذاكرة منتج إذاعي أعود به دائما إلى البدايات الأولى، حتى نقرأ في جغرافية الجزائر، نقرأ في تاريخ الجزائر، نقرأ في يوميات الجزائريين كيف كانوا في تلك الأزمنة وكيف أصبحنا الآن، وثم أتتبع خطوة خطوة تلك المراحل نظرا لأهميتها، لأننا لا يمكن أن نتحدث عن حاضر أو مستقبل دون العودة إلى الماضي. ولذلك هذه الأبعاد الثلاثة كما يقول هايدغر في حياة الإنسان، ماضي وحاضر ومستقبل، هي حالة تكامل. حتى نرى على قساوة الظروف، على متاعبها، على ما صنعته فرنسا، إلا أن الإرادة، إلا أن الرغبة في الوصول إلى الغايات المرجوة في هذه الحياة تبقى حلم الحالمين وحلم الجزائريين، وهو ما تحقق فعلا. حتى أستاذ، حتى الذين حاورتهم في فترات سابقة كلهم ينطلقون من تلك المرحلة القاسية. طبعا ما تقدرش تنساها يعني، ولذلك احنا كنا صغار، ولذلك لكن حلقة الوصل الممتدة والمرتبطة بين هذه الأزمنة المختلفة. ونظن حتى يعني المؤرخين يشاطرون أنه في السنوات الأخيرة اللي كان فيها المفاوضات اللي هي سنة 61 62 يعني قبل توقف الاحتلال، يعني بلغ الصراع أشده، يعني كانت فيه يعني المفاوضات كانت تحتاج إلى طبعا
تواجد على الميدان. ولذلك احنا علينا كثير من هذه في هذه الفترة هذه. وهذه الفترة اللي الإنسان كما أنا قلت لك يعني من مواليد 55 بقيت نشفى. بديت لأنه السنة 61 كان الإنسان عنده بدا يشفى يعني بدا يشوف. ولذلك لازلت لحد الآن أحتفظ بهذه الصور وغيرها يعني صور كثيرة على رسوخ هذه الصور، على رمزيتها، على أثرها، على عمقها. أيضا إطلالة أخرى على البدايات الأولى. عمار خبابة الذي أمام الظروف القاسية، أمام عقدة الخوف التي ولدت ونشأت معه، لكنه احتاج لاحقا لكن في عهد آخر طبعا مع شمس قادمة، مع استقلال جاء ليعوض ذاك الفراغ، تلك المتاعب، ليحول ذلك الألم وذلك الحزن إلى حالة فرح طبعا. وإلى حالة حلم ينمو في جزائر الاستقلال. عشنا فرحة الاستقلال يعني بفرحة كثيرة. كنا نلبس زاهيين، نلبس تبان أخضر وقميص بلون أبيض وقبعة كارو على شكل علم. إذا العلم الجزائري مجسد في اللباس طبعا الذي يرتديه كل طفل. وكنا نجوب يعني أرجاء القرية والمناطق المحيطة بها ونهتف بحياة الجزائر وباستقلال الجزائر وبأناشيد. ويعني لمدة نقول لك مدة ربما لست أدري، ما نقدرش نحدد لك الفترة، لكن لأسابيع ونحن نجوب وفي رق شوية نهتف بحياة الجزائر وفرحة كثيرة. ونشوف الاستقلال، نتكلم عن الاستقلال وكأنه شيء مجسد في شخص هكا جميل وسيم، أو شخص في شكل امرأة جميلة. ذلك الحرية والاستقلال، وتختلطت علينا المفاهيم في خضم هذا الفرح وممزوج بالتأثر وبكذلك مشاهدة المجاهدين وهم ينزلون من الجبال ومن عفوا. ويعني شفنا مظاهر كثيرة وبدأت يتلاشى ذلك المنظر البائس، المنظر الكئيب الذي كان في مخيلتنا. ودخلنا المدرسة، لست أدري، اعتقادي أننا دخلنا هكذا ربما في فترة العطلة، ذهبنا إلى المدرسة وفتحت أبوابها وبدأنا هكذا يعني عملية ربما لإثبات المستوى. يعني كان فيه البعض اللي كان يدرس مثلا في مناطق مختلفة، أو مثلا كان أتيحت له الفرصة أنه تعلم قواعد اللغة العربية هنا أو هناك. فكان هناك نوع من اللقاءات الأولى لإثبات المستوى داخل المدرسة. إذن أبحث عن محور آخر، نقطة أخرى أيضا أود أن أعرف المدرسة، المكان الذي كان يشرف عنها، العدد الذي تقدم آنذاك. هل لخبابة في هذه الذاكرة أن تحفظ عهودا أو محطات في تلك المرحلة الحاسمة حين تحولت حالة الخوف إلى حالة أمن واستقرار، إلى حالة فرحة تعم الأرجاء وتبحث عن مستقبل جديد، عن حاضر جديد للجزائر وعن مستقبل جديد للجزائر يوم صح. وأنا أقول الكلام اللي كانوا يقولوه مثلا ساعة يعني بين الحين والآخر نسمع الإخوة المجاهدين مثلا يقولوا ملي كنا في فترة الجهاد كنا نقولوا نديو الاستقلال فقط، ما يهمناش ناكلوا ما ناكلوش، نرقدوا ما نرقدوش، بل في عشنا احنا. أنه في الفترة هذه الناس زاهية ما على بالها لا بالأكل ولا بالنوم ولا بشيء آخر. فكنا احنا صغار عايشين هذا الجو. الكابوس انتهى المستثمر عاد الى قلاعه، ولم تغري اقاربنا واهلنا لا الدور التي كان يسكنها المعمرون ولا غيرها. فكنا نحتفلوا، كنا فرحانين وما على بالنا حتى بشيء. ولو أنه ربما البعض يقول في ذلك الوقت كان فيه نوع من التشابه، احنا ما كنا مش احنا كصبيان لكن حتى أهلنا أو في المنطقة، حتى المنطقة في حد ذاتها ربما لها خصوصية معينة، ما تشعبنا بالأمور المادية إطلاقا. ولذلك انطلقنا في الدراسة. وفي الدراسة الأولى كانت القسم كان يجمع عدة مستويات مثل ما قلت. كنا نجلس 3 في طاولة، وكانوا يدرسونا زوج من المعلمين، زوج معلمين. كان واحد يدرس فصل والآخر يدرس فصل في نفس القسم. ولكن هذه الفترة استمرت فترة يعني وجيزة. ثم بعد ذلك تم التعرف على مستوياتنا وبدينا ندرس في مدرسة كان يشرف عليها
المرحوم سيد عبد الله خبابة، اللي هو متحصل على شهادة تطويع من جامعة الزيتونة، يعني هو ولد المنطقة، فهو اللي فتح مدرسة مع المعلمين يعني مستواهم شوية كان مستوى يعني بسيط، مش مستواهم، ولكن كان عندهم إرادة قوية وكان عندهم تضحية وتفاني. مثلا أذكر من بينهم مثلا عقيدة الوردي، مثلا خيتاتي الآن هو مدير ثانوية ومدير متوسطة هنا في العاصمة. بعض منهم يعني مثلا فقير سليمان مثلا في درس اللغة الفرنسية، غير من هؤلاء المعلمين الأولين بلاطة رابح. هؤلاء هم الناس اللي بدينا ندرس عندهم، ودرسنا يعني السنة الأولى ابتدائي، ثم السنة الثانية ابتدائي، السنة الثالثة ابتدائي، ومباشرة قاموا بنوع من إثبات المستوى هنا على مستوى المدرسة. بقينا السنة الرابعة ورحنا مباشرة السنة الخامسة. والمدرسة في القرية كانت مثل ما عدنا إليه الآن، ما كانش السنة السادسة، كانت السنة الخامسة ندير امتحان نهاية المرحلة الابتدائية. إذن أنا درست 4 سنوات في الابتدائي، وكنا في السنة الخامسة ندير يعني نجتاز مرحلة السنة نهاية الدراسة الابتدائية اللي هو السيزيام. وكان امتحان مخيف جدا. كنا ذهبنا إلى برج باريس، يعني حوالي 30 كيلومتر عن بس المدرسة. فرق شاسع بين خوف الامتحان في زمن الاستقلال وخوف أن تذهب من الدراسة لعبد الاستعمار. طبعا رحنا يعني انتقلنا إلى مدينة برج باريس للخضوع لامتحان السادسة اللي هو السيزيام، وامتحان يوم واحد في امتحان شبيه بالامتحانات تاع الآن. والفائزين كانت تنشر قائمة الفائزين في الصحافة، فالقائمة نتاع النجاحين نشرت في صحيفة النصر، جريدة النصر اللي كانت يومية تصدر بالشرق الجزائري باللغة الفرنسية. وكنت أحتفظ بالقائمة إلى السنوات الأخيرة فضاعت مني، فكان يجب أن تضيع. هذه جزء من ذاكرة يجب أن تحفظها إن شاء الله. فبعد ما دخلنا بعد يعني اجتياز الامتحان تاع السنة السادسة، انتقلنا إلى متوسطة بن باديس الغربية في مدينة برج باريس، وكنا نقيم داخليين في متوسطة أخرى وهي متوسطة بالعارف، فندرس في متوسطة بن باديس الغربية، ونقيم في متوسطة أخرى هي متوسطة بالعارف. وفي ذلك الوقت طبعا كان القسم يعني كان المتوسطات بالعربية وكان المتوسطات بالفرنسية، وكان هناك يعني نوع من التنافس حاد بيننا وبين إخواننا اللي كانوا يدرسوا بالفرنسية، وكذلك بين أساتذتنا. وكان جل أساتذتنا بذلك الوقت من الإخوة المشارقة. كان فيه أذكر على يعني سبيل المثال أذكر الأستاذ كعكة اللي هو سوري الأصل، وهو توفي في حرب 67 حرب 73 توفي. هو أستاذ اللغة العربية، أستاذ ممتاز. كذلك كان في التاريخ الجغرافي قريبا مصري، في الرياضيات المصري، كان في إطار التعاون. ذاك كان فقط جزائريين أستاذ اللغة. كان بعض الأساتذة كانوا أستاذ أو اثنين باللغة العربية في المتوسطة يعني كلها. الجزائر في يومها كانت في حاجة إلى معلمين، أستاذ الفرنسية فقط، أستاذ الفرنسية. وزوج أساتذة كان أستاذ بوشاشي الشيخ صديق الله يرحمه توفى، وكذلك الشيخ صالح وشان اللي هو كذلك الجزائري. هذو الاثنين اللي كانوا في المتوسطة باللغة العربية يدرسوا اللغة العربية، وباقي الأساتذة كلهم ما عدا الأساتذة الفرنسية. وأستاذ علوم اللي هو أستاذ بن صغير كذلك كان أستاذ علوم. باقي الأساتذة كلهم من الإخوة المشايخ. بعد 4 سنوات من الدراسة والتحصيل في متوسطة بن باديس الغربية، انتقلنا إلى ثانوية بن رشيق في سطيف. درسنا 3 سنوات في القسم الأدبي، وهنا بدأت ملامح ربما يعني المجال الإعلامي ترتسم في ذهني. فكنت رئيسا لتحرير جريدة
الثانوية اللي سميناها عمدة الشباب، لأنه ابن رشيق القيرواني المسيلي له كتاب يسمى العمدة، فنحن اخترنا جريدة للثانوية سميناها عمدة الشباب. وكان نائبي الدكتور صحراوي إبراهيم، أحييه بهذه المناسبة. إذن رصيد ما شاء الله. وأيضا علاقة الإنسان ورغبته في أن يلج عالم الإعلام بدأ مبكرا. وكذلك أنا تأخرت مرة، كنا في الثانوية، فكان يكون مثلا تظاهرة ثقافية في سطيف، وكانت مدينة سطيف يعني ثرية فيها يعني ندوات ومحاضرات يعني شيء يشرف في ذلك الوقت. حتى الرصيد الذي تمتلكه مدينة سطيف بحجم الثانويات والأسماء التي تحملها حتى عندها خصوصية. صح. فمحمد القيرواني وهو مجاهد معروف في المنطقة، وابن رشيق وملكة قايد وغيره. فقلت لك في طبعا فكان التلاميذ أو الطلبة اللي يكونوا متفوقين هم الذين يعني يخرون ويحضرون هذه الندوات الرياضية. فرشحت مع مجموعة من زملائي لحضور محاضرة ألقاها مفكر إسلامي وفقيه إسلامي اللي هو الشرباسي، جاء لمنطقة سطيف. وفي الحقيقة يعني تأثرت كثير بالقدرة على التبليغ، وانبهرنا يعني. فشرح بذلك في تلك المحاضرة سورة الطارق والسماء والطارق، فشرحها كلها وحفظها على يديه في تلك الليلة أغلب الحاضرين. سبحان الله. يعني وحده القدرة على التبليغ وعلى التحفيظ. فلازلت يعني لازلت راسي يعني مرسومة هذيك الظاهرة، ظاهرة القدرة من زمن الثانوي طبعا، من أزمنة سطيف يعني كالثانوي. واحد الشيء يعني عجيب يعني. لازلت يعني أحتفظ بذلك القدرة على التبليغ وعلى الشرح وعلى التحفيظ. في النهاية ربما كاين بعض المحطات كذلك في السنة النهائية كنت أدرس وفي نفس الوقت أشتغل. كنت مراقب نظرا لأنه الأسرة تاعنا أسرة متواضعة، الوالد مثل ما قلت لك يعني كان في حاجة إلى داعم طبعا. فكنت أدرس، وموازاة لذلك كنت مراقب في ثانوية ابن رشيق، واضطريت إلى ذلك لمساعدة الوالد. ولما تحصلت على شهادة البكالوريا في سنة 1974 طلب مني الوالد توقف عن الدراسة و يعني التوجه إلى العمل، قال تحمل أعباء الأسرة طبعا، لأنه أنا كنت يعني الأبناء الأولين بنات وتزوجوا، وكان إخوتي من يعني اللي أقل من سنا صغار في السن، والوالد تقدم به السن، فطلب مني يعني التوقف عن الدراسة و تفرغ والعمل لمساعدته. وبالفعل توقفت عن الدراسة، يعني عملت سنة مراقب. وبعد حصلت على البكالوريا درست سنة في متوسطة برج غدير كأستاذ للغة العربية، درست سنة. ثم بعد ذلك ما قدرتش يعني فيه كانت رغبة في الجامعة طبعا ونشوة الجامعة. فتعاقدت مع الجيش الوطني الشعبي وأكملت دراستي 4 سنوات. سجلت في معهد الحقوق في جامعة قسنطينة وأكملت دراستي، وكذلك يعني كنت متفوق في الدراسة. ولما أكملت دراستي التحقت بصفوف الجيش الوطني الشعبي برتبة ملازم أول، فخضعت لي تدريب على خاص في البليدة، وتحصلنا على رتبة ملازم أول، وبدأنا العمل في صفوف الجيش في ميدان الإعلام وفي ميدان الاتصال والتبليغ اللي هو في ذلك الوقت يسمى ميدان المحافظة السياسية. فكنت محافظا سياسيا بمدرسة العليا للإشارة ببوزريعة، والتي اليوم هي جامعة ملحقة جامعة بوزريعة، كانت مدرسة للإشارة. ثم بعد ذلك تحولت إلى وحدات القتالية في الجنوب، فكنت يعني رئيس مكتب في الأركان لوحدة قتالية مكلف بالإعلام والتبليغ والإيصال، اللي هو في ذلك الوقت كذلك ما زال يعد من المحافظة السياسية. ثم بعد ذلك تحولت إلى العاصمة وكلفت
برئاسة تحرير مجلة الجيش لمدة سنة، فكنت مديرا للتحرير، وكذلك اشتغلت مديرا جهويا بالنيابة لمدة سنة للمحافظة السياسية بوهران، بناحية وهران. ونتيجة حادث عمل كان لي عجز يعني منسوب للخدمة، فطلبت في سنة 90 خروج، وبالفعل يعني وافقت قيادها ويعني صحيا. يعني انتقلت من الحياة العسكرية دخلت إلى مهنة المحاماة في سنة 90. يعني بدأت أشتغل، طبعا كان فيه لابد من التربص، جرينا تربص في وهران. ربما أستاذ هذا يحتاج للفضاء آخر طبعا. يظهر لي المسيرة طويلة. عمار خببة من تلك القرية البعيدة الضاربة في عمق هذا الوطن العزيز، تاريخا، تواضعا، تنوعا، وأيضا تضحية من تلك الربوع ينتقل قاطعا برج بوعريج، سطيف، ثم القسنطينة، ثم الجزائر بمحطاتها المختلفة، من حياة دراسية إلى التدريس إلى المراقب إلى أيضا الانخراط في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وقدم أيضا لسنوات طويلة في حدود ما كلف به، وكان دائما بهذه الصورة التي عهدناه. وإن كان عرفت خبب فيما بعد أن تخرج وجاء ليلج عالم الإذاعة ويواصل أيضا في اهتمامات إعلامية، لكن مثل ما ذكرت في المقدمة هو ذاك الذي حافظ على انتمائه الدراسي الأول إلى الحقوق، وبقي متمسكا بمهنة الحقوقيين في شق تحديدا في المحاماة. لكن هذا الفضاء وهذه الرحلة وعلاقته بالإذاعة بكل محطاتها بكل عناوينها نتوقف عندها في الأسبوع القادم بحول الله. إلى ذلك الحين أقول للأستاذ خبيب عمار شكرا على ما منحتنا من وقت. بارك الله فيك. لا حول. أنا اللي أشكرك على العفو، والتحية أيضا لهذه الذاكرة التي لا زالت تحفظ حتى لحظة الخوف، زمن المستدمر، ولحظة الفرحة العارمة، لحظة الاستقلال وسنوات الاستقلال وما جاءت به سنوات الاستقلال، وكم صنع الاستقلال بالجزائريين والجزائريات الذين تبوأوا مناصب مختلفة وساهموا مساهمات فعالة كل في مجال اختصاصه. ولذلك دائما أنطلق من هذا المد، من تلك الأزمنة بماضيها بمحطاتها بذكرياتها، وأمر لاحقا إلى الرحلة الموالية في فضاءات الإذاعة وأيضا ما قدمت لعمار خبابة. لكن نبقي هذا إلى حصة الأسبوع القادم، إلى أن نلتقي مجددا على ذاكرة مفتوحة أخرى وفي محطة من محطات عمار خبابة. أقول لكم دمتم بألف خير وعلى حب وافر نلتقي. إلى الملتقى. الأخبار في تمام 11 ليلا والجريدة الرابعة لنهار اليوم. نحييكم موجة عند برنامج إذاعيون في الذاكرة لرشيد بن حميد. يتناول البرنامج اليوم المنتج الإذاعي السابق عمار خبابة. إذاعيون في الذاكرة. محطات متصلات عبر الزمن الإذاعي يصحبكم فيها أسبوعيا رشيد إعدادا وتقديما. أوانسي سادتي في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم من جديد إلى برنامج إذاعيون في الذاكرة.
الذي نواصل فيه الرحلة مع ضيفنا. سبق وأن توقفنا معه في العدد السابق عند محطات، واحتجنا إلى حصة ثانية لنستكمل ما بقي من تلك الرحلة، لكن هذه المرة نركز على عالم الإذاعة وعلى الفضاءات التي خاض فيها ضيفنا، والتي ساهم من خلالها في حلم راوده منذ ذاك الماضي إلى هذا الحاضر وحتى إلى ذاك المستقبل إن شاء الله. عمار خبابة مرة أخرى، أهلا بك. الله يبارك فيك وشكرا على الاستضافة مرة ثانية. حتى أضع المستمع في الصورة. نعم. أستاذ عمار خبابة ذاك الذي درس الحقوق وأيضا بحث عن مجالات إعلامية، لكن أتيحت الفرصة في وقت من الأوقات ليلج عالم الإعلام في شقه المسموع بداية ثم المرئي ثانية. لكن أود أن أحدد علاقة معينة بين علاقة خبابة عمار كمستمع قبل أن يجيء الإذاعة، على الأقل ما علاقة خبابة عمار في الأزمنة الماضية بالإذاعة، البرامج التي سمعها، كيف تعلق بالإذاعة، كيف أصبح يبحث عن هذا الفضاء الذي يرى فيه مدا تكميليا أو مدا استيجابيا لرغبة داخلية. طبعا هو أنا قلت لي في الإعلام أنا مرتبط به، يعني منذ لو لم أكن رجل قانون لكنت إعلاميا أو صحفيا يعني. فهذا الاختيار يعني كنت قريب منه كثير، بدليل أنه 12 سنة اللي قضيتها في الجيش هي في العمل له علاقة بالإعلام وبالاتصال وبالتبليغ، وكذلك كنت دائما على اتصال مرة كنت أكتب سواء في المجلات الموجودة على المستوى، نتكلم الإعلام يعني بصفة عامة مش الإعلام المرئي. ثم بعدك علاقة التبليغ، احنا المحافظ السياسي مكلف بالتبليغ وبالتوعية وبالمحاضرة يعني إلقاء دروس وغير ذلك. فكين هذا دائما موجود يعني معنا ومصاحبنا خلال المسار اللي ذكرته. كذلك ومباشرة خلينا من الاستماع، أنا دائما مستمع كثير. طبعا احنا في الريف، احنا في الأرياف ما كانش عندنا إلا الإذاعة، ما عندناش التلفزيون، لأنه الأرياف ما وصلهاش الكهرباء إلا في السنوات يعني تقدر تقول بداية الثمانينات أو منتصف الثمانينات باش لحقنا الكهرباء ودخلت التلفزة. فكان الوسيلة الوحيدة اللي هي معنا دائما هو المذياع، فكنا نعرف يعني كل المذيعين والبرامج كنا نتبعها يعني بشغف ومحطات، يعني نعرف المذيعين والمذيعات يعني اللي نحيوا كثير منهم من بين الأسماء التي كثير خبابة يعني المجموعة على الأقل اللي بقات فذاك، لأنه من الصعب أن نتذكر كل الأسماء. كل مثلا علي فضلي مثلا هذه مثلا يعني الله يرحمه، مثلا دحاوي مثلا، يعني الأصوات السائحي النوال، يعني كثير من الأسماء الإذاعية في بالي أي طبعا. ويعني كثير من المذيعين ربما ما تحضرش هكذا، ما يحضروليش في البادية لكن في الذاكرة، لكن يعني كثير منهم اللي كنا متأثر يعني كنا نسمعوهم ونتبعوهم. يعني بنداد ايوه في برنامج العائلات، في برنامج مشهور يعني كثير من الاسماء الاذاعيه. فقلت لك وبالسنه الاولى اللي بديت فيها التربص قدمت ببرنامج الى محطه وهران، يعني انا قمت بالتربص تاعي في مهنه المحاماه في وهران، قدمت للاذاعه. ومع الاسف انه كان في مرحله دراسه برنامج قانوني اذاعي قانوني لثقافة قانونية، برنامج ثقافة قانونية. انتقلت يعني درت عنوان معين والله مديته كمقترح؟ لا مقترح، ثقافة قانونية. هذا برنامج ثقافة قانونية، تعريف بالمصطلحات القانونية وبالتعامل مع القضايا غير ذلك. وبعدين بعد ما كملت التربص انتقلت للعمل في برج بوعريج، في مجلس قضاء برج بوعريج محامي. ثم بعد جاءت الأحداث المأساوية المؤلمة التي مرت بها البلاد، فقفلت راجعا إلى وهران، لأنني تركت العائلة في وهران وتحولت إلى برج بوعريج كمرحلة أولى. كان نيتي أنني بعد ذلك تلتحق بالعائلة
فتقطعت بيننا السبل وأصبحت الطرق غير مأمونة، فعدت إلى وهران واستكملت العمل في مهنة المحاماة. ولكن فتح لي مجال آخر، وهو مراسل لمجلتين أسبوعيتين دائما في الجنب القانوني. فكنت أكتب موضوع أسبوعي لجريدة الأنوار، مجلة أنوار التي كان يديرها ويشرف عليها الصديق سيودة عيسى الله يذكره بالمناسبة، وكذلك جريدة أخرى اسمها مجلة أخرى في وهران اسمها القبس. فكتبت في الأنوار عديد من المقالات، ثم انتقلت إلى العاصمة في سنة 98. فتقدمت ونتيجة احتكاكي مع عمي علي ديفل اللي التقيت معاه في خضم عمل جمعوي وعمل هنا في العاصمة، تلاقينا في فضاءات جمعوية تجاذبنا أطراف الحديث. وأنا كنت دائما أتأثر بهذا البرنامج القانوني الذي كنت أود أن يذاع، فطرحت عليه الفكرة فرحب بها وقال لي يعني قدم لنا مشروع. قدمت مشروع فيما يتعلق بالتعريف بالتعامل مع القضاء، واعتقادي أنه يعني تقدم به إلى إدارة القناة الأولى سنة 98 وحظي بالقبول، فانطلقنا في يعني في إذاعة هذا البرنامج. أستاذ خبابة، فقط حتى نجد الصلة الوثيقة بين هذا الرجل الذي ينتقل من مكان إلى مكان، لكنه أيضا متسلح بثقافة قانونية، ولا يود لهذه الثقافة أن تبرحه أو أن تغادر تفكيره، وحتى في المشاريع التي يرسمها. الإذاعة محطة محورية طبعا في تجربة عمار خبابة الأولى. هل وجدت الصورة التي كانت عند عمار خبابة قبل أن يلج الإذاعة هي تلك الصورة التي وجدها بعد أن دخل الإذاعة وجاب استديوهاتها، وأيضا احتك بالمجموعة المسيرة وحتى المجموعة العاملة في السياق العام؟ طبعا ربما يعني وجدت أكثر، يعني وجدت يعني تجاوب كبير مع الموضوع القانوني، يعني مع المادة القانونية وإذاعتها وتبليغها للمستمعين. وجدت يعني في الحقيقة وجدتكم يعني على رأس كانت مديرية أو نيابة مديرية وجدتكم يعني وجدت السي رشيد يعني على رأس نيابة المديرية، والإخوة كل الصحفيين اللي كانوا ثم، يعني كان فريق عامل يعني يشتغل ما فيه لا رئيس لا مرؤوس، كانت كل الناس يعني كلها تشتغل وعبارة عن مشغل، يعني مشغل صحفيين وتقنيين. وبدليل أنه مثلا أنا في الحصة القانونية سجل معي تقريبا كل الصحفيين متاع القسم، من عقيدة إلى السيدات لا أذكر، يعني السعاد البرامج المختلفة، لأن كنا في أمس الحاجة. بعض البرامج تحتاج إلى مختص في القانون، ومدام عندنا منتج قار معنا فهو أولى طبعا، أولا لأنه محتك بالإذاعة، يعرف طبيعة العمل الإذاعي، ويعرف أيضا ما قل ودل، يعني عندما يسأل في موضوع يجيب مباشرة، وهذا ربما يوفر على المنتج أو المنشط، ويوفر أيضا على المستمع الذي يحتاج إلى أسلوب التبليغ وإلى مادة في الصميم في العمق. بدينا البرنامج 98 برنامج قانوني تحت عنوان اعتقادي استشارات أو إرشادات قانونية. لأن أستاذ إذا سمحت فقط، لأن البرنامج الإذاعة كانت البرنامج الذي أذكره حينما كنت مستمعا للإذاعة كان برنامج استشارات قانونية
وكان ينتجه البرنامج ينتج من طرف منتج ويقدم من طرف شخصين من بينهم السيدة نادية التي نحييها كرباش، التي نحييها أيضا بالمناسبة ونتمنى لها الشفاء العاجل، وهي الفنانة التي غنت ولم تفيد بصوتها في الغناء فحسب، بل أيضا لونت الإذاعة بعناوين كثيرة، وكان صوتها متميزا بصوتها القوي وأيضا بطريقتها التقديمية. وشاركتها البرنامج في مراحل متأخرة عندما كنت مشاركا أيضا في البرامج، قدمت مع هذا البرنامج، كنت أطرح عليها الأسئلة وهي تتولى الإجابة على الأسئلة بناء على النص الذي يعده المنتج متخصص. ولكن اعتقادي وأنه لما يكون يعني معد الحصة رجل قانون وهو الذي يقدمها، هو الفكرة تختلف. ولذلك حبيت أقول لك أستاذ هاي النقاط كيف كانت عندما ندرس برنامج من زواياها المختلفة في المحتوى والطريقة التقديمية، نرى الصورة الأمثل لبرنامج يصل إلى المستمع. وبالطريقة هذه فكرنا في هذا المنحى فعلا. ولما في البداية بدينا البرنامج، لأنه أنا كنت معكم في القناة الأولى من سنة 98 حتى لسنة 2004، من سبتمبر 98 إلى جويي 2004. هذه الفترة اللي قضاها يعني العمر تاع البرنامج اللي كنت أعده وأقدمه. فطبعا دائما رفقة إعلامي معايا صحفي، وقلت لك ربما يعني كل تقريبا المجموعة اللي كانت موجودة يعني شاركت معايا في الحصص. والبرنامج ربما الأول البرنامج كما تذكر كان عبارة عن كنا نسجله، كان مسجل وكان للتعريف بالتعامل مع القضاء، شرحنا فيه كيفية التعامل مع القضاء من مختلف جوانبه. ثم بعد ذلك طلبت مني أنه لابد وأننا نطور في البرنامج باتفاق مع بعضنا، حتحول إلى برنامج فيه مصطلحات وفيه بريد عن طريق يعني رسائل تصل إلى البرنامج، فنرد على هذه الرسائل. هذا في الأول. ثم بعد ذلك انتقلنا. خليك بين قوسين برك، أنا ذاك الذي أود أن أعطي الناس حقهم طبعا. ولذلك البرنامج عندما رجعت كان يعده الأستاذ عيسى ميسابيس ويخرجه المخرج الإذاعي المتميز رضا مجاك، لنحييهم بالمناسبة. ولذلك عندما عاد لي اسم المنتج وعاد لي اسم المخرج، أردت فقط أن أتقدم بتحية حارة لكل من ساهم في البرامج الإذاعية المختلفة. أنا فقط أستاذ هذا العنوان لأنني بقيت متذكر مليح، وأيضا ساهمت فيه في سنوات الأخيرة عندما كنت مشاركا في البرامج. كنت أتولى قراءة، هناك من قدمه قبلي لكن فيما بعد، والفكرة اقترحت السيدة نادية حتى نعطي الناس حقها طبعا. أنا كنت في بدايتي الأولى، اقترحت السيدة نادية على المخرج رضا مجاك، قلت له هناك شاب جديد وأفضل أن يكون معي في البرنامج، فرحب مباشرة وبدأنا البرنامج حتى توقف البرنامج. طبعا هو أنا في البرنامج هذا الأول اللي بدينا به برنامج للتعريف بالمصطلحات وبإجراءات التعامل مع القضاء وكذا، كان فيه جديدي هو المخرج إبراهيم جديدي نحييه، وكذلك يعني هو أستاذنا يعني، وكان غاية، وكان يعني أنا كنت في بداياتي التعامل مع الميكروفون، وطبعا المادة القانونية كانت موجودة لكن تقنيات العمل يعني تعلمناها مع الحالة التكاملية طبعا. إنجاز عمل إذاعي نعم. إعلامي يحتاج إلى الحالة التكاملية وأيضا إلى الارتياح المتبادل طبعا. ولذلك دائما كنا نفضل أن نوجد للمنتج المخرج الذي يناسبه، الذي يساعده ويوفر له الجو. كنت معايا عقيلة جحا أيوة كانت نحييها كذلك بالمناسبة، أيوة اللي كانت معايا في أيوة. في تقديم البرنامج، وقدم معايا كذلك مجموعة أخرى، مثلا أذكر من بينهم بوجاجة مثلا اللي هو الآن محامي أيوة. هو يمارس الآن لأنه كان حقوقي، كان عنده ليسانس في الحقوق، وسبق واستضفناه في برنامج إذاعيون في الذاكرة. أيوة. بعدين انتقلنا إلى أنه أصبح البرنامج ركن
ونكون في نادي الأسرة. وهنا ما كنا نقتصر على البريد اللي جينا، البريد يعني التقليدي، بريد عن طريق الرسائل وعن طريق الهاتف. فكان عندنا فترة حوالي 12 دقيقة إلى ربع ساعة نعرف، ربما نتناول موضوع من المواضيع، ثم بعد ذلك يعني نسمح للمستمعين بالاتصال بنا ونرد على أسئلتهم وعلى استفساراتهم في البريد العادي اللي هو رسائل أو عن طريق الهاتف. استمرينا يعني مرحلة، ثم بعد ذلك يعني اقترحنا برنامج، يعني كلنا يعني إنتاج ومعد ومقدم للحصة أننا يعني نخصص برنامج خاص للقانون سميناه يعني تحت عنوان مع القانون. مع القانون هذه ربما أستاذ فقط إذا سمحت، في مرحلة مراحل كان الأستاذ شعبان لوناكل أيوة على رأس القناة الأولى، كنا نفكر في مجموعة من البرامج، لكن نبحث عن برنامج في ساعة زمن لكن أيضا مبوب وفي فترات مسموعة. نعم. اخترنا نظام الفترات المسائية اللي تكون أكثر استقطاب للجمهور ومشينا في هذا المنحى، ولذلك أود أن نسلط الضوء أيضا على هذه النقطة المحورية. تجربة رائدة، يعني شهادة من الزملاء المحامين ومن رجال القانون أنها كانت تجربة رائدة، ولذلك يعني ربما بالمناسبة أنا أدعو إلى أنه ربما التفكير في العودة إليها، لأنها كانت فترة مسموعة وكانت رائدة، لأنه لابد من تذكير وأنه يعني مسألة القانون يعني مسألة مهمة جدا وحيوية. تعريف الناس وشرح لهم وتبسيط وتثقيفهم قانونيا أو يعني من الناحية القانونية مسألة يعني حيوية جدا. فقدمنا حوالي 14 حصة في هذا البرنامج مع القانون. كان عندنا فترة مسموعة حوالي الساعة 7 مساء، وكنا في كل مرة نستضيف واحد من المتعاملين مع القضاء، مرة محضر قضائي، مرة موثق، مرة محافظ بيع، مرة خبير، وهكذا. فنسلط الضوء على مهمته أو على وظيفته ثم كيفية التعامل معه. ويعني قلت لك يعني مثلا استضافة المحضر القضائي ولا استضافة الموثق يعني ذلك إعجاب يعني كبير. طبيعة المواضيع طبعا يعني الموثق مثلا قال كيفاش نبيع، كيفاش نشري، كيفاش ندير الفريضة، كيفاش نقسم، كيفاش كذا. عمل الموثق ومسألة تطبيقية، كيفاش مثلا قضية الفريضة، قضية القسمة، قضية البيع، عقد البيع، عقد الإيجار إلى غير ذلك. فيعني مسائل تطبيقية. ومعي أنا يعني أنا مختص في الميدان وهو كذلك يعني صاحب الفن وصاحب الاختصاص، ففيه يعني أسئلة وأسئلة دقيقة جدا، ونفتح المجال للمستمعين الاتصال في الموضوع عن طريق الهاتف. فكانت تجربة قلت لك يعني تجربة رائدة جدا. طبعا بعد ذلك الوقت بعد حوالي 14 حصة إدارة القناة رأت وأننا نعود إلى نادي الأسرة، فعدنا إلى نادي الأسرة لاستكمال المشوار حتى الجوي 2004. أستاذ فقط بعد هذه المرحلة ربما نجي خطوة أخرى، لأن البرنامج الذي كان ينتجه عمار خبابة الإذاعة صاحبته تجربة أخرى للتلفزيون. نعم. نتحدث لكن فقط أحاول أن أجد تجربة عمار خبابة في العمل الإذاعي بين طريقتين. عندما ننفذ العمل مسجلا أو عندما ننفذ العمل على المباشر، يعني البرنامج بين التسجيل والمباشر. نعم. أيهما أريح مثلا لخبابة تقريبا على الأقل؟ نعم. لأنه خاض هذه التجربة من دون شك أنه انطبعت لديه جملة من المعطيات. طبعا هو المباشر أحسن، ولكن فيه يعني محاذير له متاعبه لأن الأسئلة في بعض الأحيان القانون هذا بحر، قانون بحر. وأنا ما نخفيش عليك يعني، وربما الإخوة المستمعين باش يكونوا على اطلاع، خاطر كاين البعض يقول لي أستاذ مثلا حتى زملاء يقول لي أستاذ كيفاش يعني أنت ملم بكل هذه القوانين؟ نقولوا لا، كانوا معايا القوانين كانوا موجودين معايا فوق الطاولة يعني في الإذاعة ولو على المباشر. طبعا يعني على الأقل عندك تصور لطبيعة ما يطرح طبعا من قضايا. لا، هي مسائل الأكثر يعني على بالي أنه أكثر الأسئلة تتعلق بالإجراءات وببعض القوانين. إذا رأيت أن سؤال يعني دقيق جدا
أجيب جواب عام وأرجع الإجابة الدقيقة للحصة الموالية. طبعا من بحث الإنسان ما لازمش يخدع المستمع يقول له كلام أي كلام، لا، نقول له ما نحن يعني على اطلاع عليه، ونطلب منه الاستسماع نستسمحه في العدد المقبل أننا نجيبه بدقة، لأن المواطن يريد جوابا دقيقا ولا يريد جوابا آنيا. فلذلك أنا كنت أفضل أقول له. أما إذا كان الجواب يعني بين يدينا فيما يتعلق بالقواعد أو بالقوانين الموجودة بندية اللي هي عادة مثل ما قلت قواعد أو القوانين اللي عادة نتعامل بها في القضاء، تكون معي حاضرة ونتيجة التجربة والخبرة. لما يجي السؤال نسجل، ثم بعد ذلك مباشرة يعني أقلب صفحات القانون، وفي بعض الأحيان أذكر حتى المادة القانونية كي أطمئن المستمع أنه يتعامل مع رجل قانون وليس مع شخص يتكلم أي شيء أي كلام، لا. إذن هنا حتى المستمع فقط يعرف بأن الأمر ليس هينا طبعا إلى الدرجة التي يتصورها، لكن هناك مصداقية، وأيضا هناك إلمام ورجوع إلى المواد والقراءة الدقيقة في هذه المواد حتى نقدمها بالكيفية التي يفهمها المستمع، ويستطيع من خلالها أن يبحث عن القنوات القانونية التي توصله إلى حقوقه بصفة عامة. تجربة أخرى مقابل تلفزيون. أيوة، تلفزيون بدأنا في سبتمبر 2000 إلى جوية 2005، وهنا أحيي مسؤولي القناة الأولى وعلى رأسهم سيادتكم، يعني لأنه كنت على رأس الإدارة الإنتاجية، أن جماعة التلفزيون طلبوا من القناة الأولى، قال إذا ممكن المستشار القانوني اللي راح موجود معكم في القناة يقدم لنا تجربة. فلما طلبتم مني اتصلت فعلا بالإخوة في التلفزيون الجزائري وفي القناة التلفزيونية، وقاموا بتجربة. وطبعا هذا يعني احنا نحبذ هذه الروح التكاملية طبعا. هذا العناق المجسد في البناية أيضا نحب أيضا يجسد من خلال كل ما يخدم المستمع والمشاهد على حد سواء. فكلما كان العنصر يستحق أو المنتج يستحق ذلك الحضور، فما علينا إلا أن نوصله إلى تلك المناحي. وعادة أنا شفت يعني تجربتي المتواضعة أنه الإنسان لما يكون في الإذاعة ويتمرن ويتمرس في الإذاعة، يعني لما ينتقل إلى العمل الإعلامي في التلفزيون يكون يعني عنده سهولة وعنده يقدر يتأقلم يعني بسهولة. إذن في هذا السياق هل نفس الطريقة معالجة المواضيع إذاعيا الأستاذ أيضا أراد أن يبلورها في تلفزيونيا، أم هناك نقاط أخرى أراد الأستاذ أن يضيفها إلى التجربة الأولى؟ طبعا هو بالنسبة للتلفزيون فيه أولا الوقت، يعني الوقت محدود جدا، يعني فيه 12 ركن في دقائق، يعني 12 دقيقة وفيه يعني الصورة يعني تلعب عندها دور، والقضية طريقة التبليغ تختلف اعتقادي، لأنه أنت أدرى ربما حتى التجربة نتاعك عندها بعد، خاصة في جانبك القانوني المحض، لأنه خديت في الزاوية نتاعك بالتحديد. ثم ذلك التلفزيون في حد ذاته له بريد، له متابعين ومشاهدين، فالرسائل التي تصل إلى التلفزيون مش هي بالضرورة الرسائل التي تصل الإذاعة، فيه يعني جمهور التلفزيون مش هو نفس الجمهور. ولذلك أنا سئلت مرة قالوا لي إنك تردد نفسك، قلت لهم لا، يعني لست أردد نفسي. لماذا؟ لأنه الرسائل التي تصل إلى التلفزيون عن طريق الفاكس وعن طريق البريد العادي وعن طريق حتى القدوم، لأن وسيلة التلفزيون وسيلة منتشرة، يعني الإنسان لابد يعني يتكلم يعني في شيء صحيح يعني الواقع يعني كما هو انتشار كثير يعني، ولا سيما البرنامج الصباحي، برنامج صباح الخير يعني موجه إلى الأسرة الجزائرية، فله انتشار كبير، وفيه أشخاص يتقدمون إلى مقر التلفزيون بملفاتهم ويأتون ويطلبون تقديم أهمية الوسيلة الإعلامية التلفزيون والثقل المؤسسة والدور الذي يعني والثقة التي يضعها المشاهد
في المنتج وفي التلفزيون في حد ذاته، ولذلك يأتي حتى بالملفات ويتقدم بملفاته، عدة ملفات تقدمت إلى الإذاعة، ويجوا أصحابها من ولايات بعيدة، من الشلف، من وهران، من الشرق الجزائري، من تبسة، يجي إلى هنا وبملفه ويقدم ويطلب تقديم له استشارة وطرح مشكله. لأنه في بعض الأحيان أنا اكتشفت وأنه كاين البعض لا يريد فقط الجواب، يريد منك أن تشرح، أن تتكلم عن قضيته، وكأنه بالنسبة لي يتنفس. صح فعلا يتنفس. حتى لما تتكلم على قضيته يكفيه قضيته تطرحها، يعني أن تسمع القضية أو أن ترى هكذا. نعم. يعني بالنسبة لي حقق المبتغى. ربما أنا نقول لك ربما مانيش أضفت شيء، ولكن ممكن غيري يقولها، ما نقولهاش أنا في تعاملي مع الإذاعة ومع التلفزيون لم أحصر نفسي فقط في الجانب التقليدي في القانون، ولكن فتحت جميع الأبواب يعني للقانون بمفهومه العام، بدليل أنه كل ما كنت تطلبوا مني مثلا في فترة من فترات التوقف، مثلا في رمضان، قال والله يا أستاذ تكلمنا على الجرائم وعلى الضرب وعلى الجرح وعلى الجيران وعلى في رمضان القانون، وكنت توقفنا نقول لكم لا كيف يا أستاذ؟ قال والله نتكلموا عن مكيف مواضيع قواعد حماية المستهلك مثلا في الصيف أو في رمضان. فحينما تطرح مسألة التوقف عن طرح القضايا المعروفة في المحاكم وفي المحافل وفي الشرطة وكذا، فنقترح البديل، وهو أننا نتحدث ونتناول مواضيع تتعلق بالاستهلاك، تتعلق يعني بقواعد حماية المستهلك وقواعد النظافة وإلى غير ذلك. كذلك سواء في الإذاعة أو في التلفزيون. كذلك حينما وقعت بعض الكوارث مثلا في فترة الزلزال، قالوا أستاذ الجانب القانوني، وكان نوقفوه ونقول لهم لا، نتكلم عن الجانب القانوني فيما يتعلق بالزلزال، وهناك كثير من المسائل القانونية اللي تعالج وضع الكارثة، سواء في التأمين أو في التعويضات للمتضررين أو ما شابه ذلك، في الفيضانات كذلك. فمرة من المرات كانت معي المذيعة الآن تقدم النشرة الثامنة أمينة، فقالت لي أستاذ أنا قد كانت تقدم معي، قد يا أستاذ لم أجد ركن يتكيف مثل ما يتكيف ركن القانون. قلت طبعا القانون يدخل كل المجالات. ومرة من المرات التقيت مع النقيب علي عمار العور اللي كان مستشار في الرئاسة وكذلك محامي قديم ونقيب المحامين، فحياني قال لي أحييك على محاولتك تكيف مع كل المناسبات، فهذا هو رجل القانون. رجل القانون يتواجد في كل مكان، معناه أنه في كل مكان كاين القانون فعلا في كل مكان فعلا. حيث القانون، حيث الحياة المستقيمة، وحيث غاب القانون نتحدث عن فوضى، ونحن نريد دائما أن يسود القانون ونسير وفق هذه المناحي القانونية. هذه هي التجربة الإذاعية وربما التلفزيونية. كاين تجارب أخرى إعلامية، ربما إذا كان سمحتم تعرض لها ولو باقتضاء. معليش أستاذ، فقط ربما سؤال قبل الخوض في ما الذي أضافته لعمار خببة التجربة الإذاعية والتلفزيونية؟ كثير يا أستاذ، هذا هو كثير يا أستاذ، أضاف كثير. أولا على بالك لما تكون أنت مطالب بالإجابة وبالرد على أسئلة المشاهدين والمستمعين، فأنت دائما في بحث دائم، والقانون يعني قل من ما كانش اللي يقول كان بحور طبعا قواعد القانونية دي راهي تخصصات يعني. فلذلك تحت إلحاح وتحت الخوف كذلك ومسؤولية، فإنك يعني تنمي قدراتك وتنمي معلومات بلا حدود وبحث مستمر. فأنتم قدمت يعني الإذاعة والتلفزيون قدمت لي يعني خدمة لن أنساها في حياتي، فيعني خدمة للبحث وللتنقيب دائما، لأنه الإنسان يخاف. ونحن أيضا نتقدم بتحية تقدير لكل من يفتح المجال واسعا أمام مثل هذه التخصصات أو أمام الكفاءات لتقدم ما يجب، حتى لا تبقى هذه الأشياء الكامنة فينا أو هذه الإمكانيات مجرد أحلام هكذا في الهواء، وإنما تجسد عمليا. كذلك تعلمت من الإذاعة ومن التلفزيون يعني كما نقول احنا
الاسبري دو سنتيز، يعني القدرة على التلخيص وعلى الإلمام بالموضوع في دقائق وفي لحظات. هذه مسألة مهمة جدا، ولا سيما في المرافعات، فالقاضي له ملفات كثيرة ويريد منك أن تبلغ أن توصل له الفكرة، ولكن في وقت قصير. وهذه ملكة يتعلمها الإنسان بالعمل وبالممارسة. وهنا كذلك أعود إلى إذاعة التلفزيون، أنني تعلمت هذه القدرة وهذه المكنة تعلمتها في الإذاعة والتلفزيون. إذن هذا شيء أضيف لتجربة عمار خببة التي عرفت محطات وأيضا تغذى بالأشياء الكثيرة، لكن من دون شك أن خببة عمار يود أن يضعنا باختصار في محطات أخرى. طبعا هو من جنب الإعلامي فقط، جنب الإعلامي لحد الآن أننا يعني على اتصال مع جميع الصحف والمجلات الوطنية طبعا لتقديم استشارات قانونية من الصحفيين في مختلف المواضيع، فأبوابنا مفتوحة وخطوطنا مفتوحة، نتكلم دائما، نتحاور. كذلك أنا عندي مقال أسبوعي أكتبه الآن في جريدة أسبوعية هي خبر حوادث، دائما أعالج فيه موضوع قانوني تحت عنوان قضية وعبر، وبالإضافة إلى إسهامات أخرى. ونحن على استعداد طبعا تقديم الاستشارة القانونية في أي مكان وفي أي وسيلة إعلامية. إذن خبب عمار من القانون إلى القانون والتمسك بالقانون تحت عناوينه المختلفة وفي الفضاءات التي سمحت بها الفرص. من بين أحلى ذكريات عمار خببة في هذه الفضاءات، فضاء التلفزيون والإذاعة، يعني من أحلى الذكريات. أنا أتحدث دائما عن أحلاها طبعا، وربما هو الأحلى بالنسبة للإذاعة هي بالنسبة لي الحصة الأولى. الحصة الأولى لأنه كان حلم يراودني منذ سنوات، منذ سنين، فما تأخرنا في دعمه. الله يبارك فيك ويبارك في كل الإخوة. يعني لازلت لحد الآن يعني أحتفظ بالشريط الأول. كذلك بالنسبة للتلفزيون كذلك ربما الحقيقة شوية يعني ربما الإذاعة أكثر يعني المدة التي قضيتها في الإذاعة 6 سنوات. لا قلت المدة التي قضيتها في الإذاعة أم لجانب آخر؟ لا قلت لك أنا الحالة التكاملية، أنا أشوف الإذاعة والتلفزيون طبعا إذا أتيحت الفرصة في المجالين فما أروعها. طبعا وأنا يعني كذلك يعني أحيي البيك الفترة هذه تاع الإذاعة تكسب الإنسان تعاطف الناس. يعني عندي ربما بعض يعني الحوادث هكذا اللي حدثت لي مع أشخاص مستمعين من القناة الأولى وكذلك متتبعين لبرامج التلفزيون، يعني حوادث يعني طريفة ومعبرة كثيرا. لكن طبعا هو تعاطف الناس وحب الناس ما عنده حتى قيمة، يعني لا يقوم. فأذكر مرة مثلا أنا في سيارة أجرة ويركب معي إمام تاع السكانة ما نعرفوش، وبعد تكلم معي خلي نوصل تفضل، فقال لي أستاذ أنا كنت متتبعين تاع القناة وكذلك من مشاهدين يعني، ويعني وراح في الإطراء وفي يعني يشكر للبرنامج وللجوانب التي يتعرض لها البرنامج. ثم بعد ذلك يعني أنا لما جيت نزلت من سيارة الأجرة قال لي السائق، قال لي أستاذ الإمام هو اللي يفعلك يعني المقابل تاعه بك تأثر رغم مبلغ بسيط، ولكن شوف رمزيت والله ما لا تقدر. يعني هذه حب الناس لا يقدر بقيمة، لا يقدر بثمن. فنتمنى كثير يعني من الحوادث التي توقع الإنسان يعني تعرف ما فنتمنى أستاذ أن نكون في مستوى مستمعينا ومشاهدينا مع حب لا يقدر ولا يحجم ولا يمكن أن نعطيه حقه. هذا الذي نحمله لمستمعينا والمشاهدين بصفة عامة. إن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله الجميع وبارك الله فيكم. يعني لا العفو كل عفو. أتمنى لك صحة دائمة الله يحفظك وحضورا
أيضا دائما، وأتمنى أن تبقى على هذه الأحلام المسافرة في كل مكان، وعلى هذه النغمة التي تزاوج فيها القانون بالإعلام، وما أحوجنا إلى أن تمتد وتلتقي هذه الجوانب الحياتية المختلفة، وهذه الفضاءات المعرفية، وهذه الثقافة التي يجب أن تكون دائما مسارا نسعى إليه لنقدم لمستمعينا ومستمعاتنا ما أمكن ليستفيدوا منه جميعا. أستاذ عمار خبابة، شكرا جزيلا. الله يجزيك شكرا. وأتمنى أن نلتقيك في مناسبات أخرى على امتدادات معرفية أخرى، وأتمنى أن أجد أيضا مستمعين ومستمعاتنا بصحة وعافية، وأيضا بآذان صاغية لبرنامجنا وللبرامج بصفة عامة تحت هذا العنوان الكبير: إذاعينا في الذاكرة، مع حبنا الدائم. يا ريتني قبلتك قبل ما نقابل، يا ريت مش عمري ذاك